تقارب بين هتلر تقارنه بحسن نصر الله، يقول البعض بأنه له برنامج يتفق يختلف عليه ولكن مذهبي طائفي أدخل لبنان في نزاعات، ولكن المقارنة قد لا تجوز يقول لك البعض. أنا أقارن أولا من ناحية نفس المرض، جنون العظمة ما يعانيه السيد. أنا أعرفه، يعني ليس فقط أعرفه وجلست وكنا معا وجلسنا معا وسرنا معا من الثمانينات حتى في إيران معا، فأنا ما أعرفه أقوله، يعني لا أقول شيء غير موجود. نعم. كلنا كنا نسمع أنه شمر ابن ذي الجوشن كان بيوم من الأيام جيش علي بن أبي طالب عليه السلام. من هوان الدنيا على الله أن يخرج أشباه الرجال ويتكلمون عن سماحته ويشبهون سماحته بهتلر، وهيدا الكلام بعد استشهاد سماحة السيد رحمة الله عليه، وهيدا بدل على الحقد اللي عند أشباه الرجال أمثال هؤلاء، حقد يجيز له أن يتكلم عن سماحته حتى بعد شهادته. ولكن بعض الناس معذورين بسفالتهم. إن يحسدوك يا سيد، أقول لك إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. سماحته باقي فينا، وما تفكر إنه الموت والشهادة بتفرق الشعب عن سماحته، ورح يطلع لك بالمنام وبالحقيقة أولاده موجودين بالحقيقة وشعبه موجودين بالحقيقة، ورح نقول لك كلمة كان هو يرددها دائما للأعداء: أنت مين وشو تاريخك؟ أنت معروف وتاريخك معروف. فنحن الآن نقول لك: اعهد عهدك وأوصي وصيتك، فإن مالك خازن النيران اللي بيشوي بجهنم، فإن مالك خازن النيران بانتظارك.